طبيعي جدا لما اي نادي في الكون تحصل له انتكاسه، يعني مثلا يخسر بطولات كتير او يبدا مستواه يقل في اللعب، انه يدور على اسباب الهزيمه بتاعته. زي مثلا الاهلي لما خسر خمسه من صن داونز قبل كده، راجع نفسه تاني، راح جاب مدرب اتعاقد مع المدرب اللي غلبه خمسه اساسا، يعني احنا رحنا اتعاقدنا مع المدرب اللي هزمنا خمسه، وبدانا نتعاقد مع صفقات ونظبط اوضه اللبس ونرتب الدنيا من جديد لحد ما رجعنا تاني للبطولات. السنه دي برضو لما اتغلبنا خمسه من صن داونز بعدها فوقنا ورجعنا نفسنا، ودينا بنفكر للموسم الجديد. الا نادي الزمالك، ده النادي الوحيد اللي لما بيقع يدور على الحجج، يدور على اي حجج يعني تخالف المنطق تماما. زي مثلا يعني ويبرروا الخسائر بتاعتهم، يعني احنا لما بنخسر ماتش او بنتعادل ماتش بنحط على اللعيبه وبنحط على الجهاز الفني وبننتقد الاداره وما بنسكتش. يعني لو كسبانين 100 بطوله وجينا خسرنا ماتش ما بنسكتش للعيبه ولا بنسكت للجهاز الفني ولا بنسكت للاداره. النهارده الزمالك خسران 4-1، يعني بدل ما تطلع تنتقد اللعيبه بتاعتك تقول لهم التيشيرت تقيل عليكم،